السبت إن شاء الله نبدأ بالديربي البيضاوي للمغرب، الرجاء ضد الوداد. هذه المباراة أصدقائي صعبة التوقع. الرجاء في المركز الأول ب39 نقطة، والوداد في المركز الرابع ب34 نقطة. هذه المباراة يا أصدقائي أتوقع أن تكون تعادل لكلا الفريقين، 1-1 2-2، المهم تعادل. وفي المباراة الثانية أصدقائي لدينا الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا ليفربول على الأنفيلد في ملعبه ضد تشيلسي. أنتم تعرفون ليفربول في المركز الرابع وتشيلسي في المركز التاسع، يمر بمرحلة صعبة. هذه المباراة أصدقائي سوف نلعبها كلا الفريقين يسجل بأود 1.4. سوف نلعب كلا الفريقين يسجل. وفي المباراة الثالثة لدينا برايتون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. سوف نلعب هذه أصدقائي في هذه المباراة، سوف نلعب خيارين، إما فوز برايتون وإما التعادل، وفي المباراة الثالثة لدينا فولهام وبورنموث. أنتم تعرفون بورنموث في المركز السادس وفولهام في المركز الحادي 10. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب أكثر من 3 أهداف، أود 1.61. سوف نلعب أكثر من 3 أهداف. وفي المباراة الأخرى لدينا ساندرلاند ومانشستر يونايتد. أنتم تعرفون المان يونايتد في المركز الثالث ويمر بمرحلة جيدة. لدي أصدقائي سوف نلعب هذه المباراة خيارين، إما فوز المان يونايتد أو التعادل بأود 1.28. وفي المباراة الأخرى لدينا المان سيتي في المركز الثاني وبرينتفورد. هنا يا أصدقائي سوف نلعب المان سيتي يفوز بأود 1.35. ونمر يا أصدقائي إلى مباراة إشبيليا ضد إسبانيول. إشبيليا في المركز الأخير أظن، سوف نلاحظ إشبيليا في المركز 17. لدي أصدقائي إشبيليا سوف يفوز. ونذهب يا أصدقائي مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيغو. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب كلا الفريقين يسجل. ونذهب إلى الدوري الإيطالي، لدينا لاتسيو ضد إنتر ميلان. أنتم تعرفون سوف تتوج باللقب. لدي أصدقائي هذه المباراة لا نخاطر، سوف نلعب كلا الفريقين يسجل 1.70. ونذهب إلى مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب بايرن ميونخ يفوز. ونذهب يا أصدقائي إلى المباراة الثانية في الدوري الألماني، دينا شوتغارت وليفركوزن. في المركز الرابع وشوتغارت في المركز الخامس بنفس النقاط. هذه مباراة على ملعب شوتغارت. أصدقائي هذه المباراة سوف نلعب ليس كلا الفريقين، سوف نلعب خيارين، إما فوز شوتغارت وإما التعادل. ونذهب أيضا إلى الدوري الإيطالي، لدينا ليتشي ضد يوفنتوس في المركز الرابع ب65 نقطة، وليتشي في المركز ال17. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب أكثر من هدفين، نذهب ونلعب أكثر من هدفين، أود 1.22. وأنا يا أصدقائي ننتهي بهذا الفيديو، نلتقي في فيديو جديد لتوقعات وتحليلات مباريات يوم الأحد إن شاء الله. لا تنسوا تفعيل الزر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وتفعيل سبسكرايب ليصلكم أي جديد، وإلى اللقاء.